بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ان شاء الله النهارده هنشرح شويه مصطلحات عن ال HTML. معانا اول مصطلح فيهم اللي هو التاج. ايه هو التاج؟ احنا هيبقى معانا element كتير جدا في ال HTML. كل element من دول هيبقى داخل التاج، بيبقى عباره عن اصغر منه واكبر منه. اي حاجه ما بين اصغر منه واكبر منه بيتقال عليها تاج، اللي داخلها بيبقى هو الاليمنت. معانا بعد كده الاتريبيوت، وهيبقى معانا element كتير جدا ليها اتريبيوت خاصه بيها هي، ما ينفعش نديها لاي element تاني. وهيبقى معانا جلوبال اتريبيوت، دي ينفع نديها لاي element. طيب يعني ايه اصلا اتريبيوت؟ اتريبيوت دي صفه انا بصف بيها الاليمنت ده. انا هيبقى معايا نفس الاسم للاليمنت كتير جدا، يعني هيبقى معايا مثلا H1 كتير جدا، فانا عايز اميز H1 من ضمن ال H1 دول عن اي H1 تاني. لو الكلام دلوقتي مش واضح هيوضح ان شاء الله قدام، وهتفهم الكلام ده كويس جدا. انا دلوقتي لو معايا مثلا 3 H1، انا عايز اميز منهم واحد واديله مثلا اسم معين او اديله صفه معينه، فاقدر اميز بيها ال H1 ده عن بقيه الثلاثه التانيين او عن بقيه الاثنين التانيين. فانا بديله هنا اتريبيوت عشان اقدر ان انا اميزه. معانا بعد كده اللي هو الكونتينر تاج، والكونتينر تاج ده بيبقى عبارة عن اوبننج تاج وكلوزنج تاج، او اللي هو بيبقى فتحة التاج والقفلة بتاعته من الناحية التانية، وبيبقى في النص فيه هنا الكونتنت، وبقدر احط فيه طبعا اتريبيوت، وبقدر احط فيه فاليو اتريبيوت. الفاليو دي اللي هي بتبقى داخل الاتريبيوت عشان اسميها باسم معين. بعد كده بيجي معايا السيلف كلوزنج تاج، وده بيبقى عبارة بس عن اليمنت ملوش اوبن، ده بيبقى ليه وظيفة معينة في ال HTML بيعملها وشكرا على كده. انما الكونتينر تاج فده بقدر احط فيه كونتنت، اقدر احط فيه محتوى، واقدر احط جواه عناصر تانية من ال HTML، واقدر اعمل فيه حاجات كتير. انما السيلف كلوزنج تاج فده بيبقى عبارة عن حاجة واحدة بس بتتعمل في ال HTML، وما اقدرش احط فيها محتوى. الاليمنت بتاعتي كيس انسنسيتيف، يعني اقدر اكتبها سمول كلها، اقدر اكتبها كابيتال كلها، اقدر اكتب اول حرف كابيتال الباقي سمول، اقدر اكتب زي ما انا عايز. الحروف عندي مش حساسه، انما الفاليو اتريبيوت اللي هنا دي حساسه. خلي بالك من النقطه دي. كنيم اليمنت مش حساس، انما كفاليو اتريبيوت حساس، ودي هنشوفها ان شاء الله في الكورس. معانا هنا الكود. اي حاجه بيبقى فيها اكتر من اليمنت دي بنقول عليها كود. يعني مثلا هيبقى معانا كونتينر كتير في ال HTML، الكونتينر دي هيبقى جواها اكتر من اليمنت، فدي اقدر اللي انا اقول عليها كود HTML. فانا معايا هنا كود HTML محتاجه، او اقول على الصفحه ككل انها كود HTML. فمثلا لما انا اجي اقول لك اديني الكود بتاع ال HTML اللي انت عملته، فانت هنا بتيجي تديني الكود اللي انت كتبته كله او جزء معين من الكود لو انا محدد لك. وبكده يبقى انتهينا من فيديو المصطلحات، وان شاء الله الكلام ده كله هتشوفه في الفيديو الجاي عملي. ولو في اي سؤال او استفسار او اقتراح اكتبه لي في الكومنتات، وهرد عليك في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. وما تنساش طبعا تعمل لايك لو الفيديو عجبك، واشترك في القناة عشان تتابعنا في كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.